فتاة عفيفة شريفة اختارت الموت على أن يغتصبها بعض الذئاب، فألقت بنفسها من فوق العقار. تابوا الحكاية معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي ومتابعي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أخطر وأغرب القضايا والجرائم والحوادث الشائكة. تقديم أشرف فاروق، صحفي حوادث بجريدة وموقع أخبار السياسة والطاقة. تموت المرأة الحرة ولا تأكل بثديها. تموت المرأة ولا تأكل بثديها. هذه الشابة الفتاة تبلغ من العمر 19 عام، فضلت أن تموت على أن تلتهمها وتغتصبها بعض الذئاب المتوحشة الدارية من البشر وبني الإنسان. تبدأ الحكاية لما أجهزة الأمن ومديرية أمن الجيزة ومباحث قسم شرطة أكتوبر تلقت بلاغ من الأهالي يفيد إن فيه بنت شباب 19 سنة نطت أو طارت من فوق شرفة البلكونة. على طول أجهزة الأمن جت برفقة سيارة إسعاف، لقوا البنت متكسرة، كدمات وسحاجات مختلفة، وتم نقلها إلى مستشفى أكتوبر المركزي. بعد ما فاقت، مين اللي عمل فكرة يا بنت؟ قالت له مجموعة من الشباب استدرجوني وطلعوني فوق وعايزين يغتصبوني. صوتت ما صوتت محدش من الجيران اتلم، ربنا كرمني طرت، ولما طرت من البلكونة بتاعتي ادي وضعها. حالتها صعبة لكن ان شاء الله تتماثل لشفاء. هنا المباحث بالمعاينات والتحاليل الأولية أثبتت من كلام الأهالي إن كلام البنت دي صح، والبنت دي بتعمل شحاتة أو متسولة، شغالة شحاتة أو متسولة، وكلامها صح. ومجموعة من الشباب استدرجوها وكانوا عايزين يغتصبوها، كانوا 3 4، ربك يعلم بهم، لكن الشرطة بتكثف مجهوداتها. الموضوع ده حدث النهاردة بعقار 11 مساكن صبحي شمال 6 أكتوبر. بتكثف مجهوداتها وكمائنها لضبط الجناه وتسليمهم للعدالة. لما تدور على الحكاية، بنت شريفة عفيفة زي دي مرضتش إنها تغتصب ولا يلطخ جبينها بالعار طيلة الحياة، وفضلت أن تموت. في حين وعلى الجانب الآخر أن الكثير من الفتيات يتجملن ويتزين ويعرين أجسادهن على التيك توك والمواقع الإلكترونية الأخرى من أجل المال وجذب المال. يبقى شتان بين الثرى والثريا. لما دي بنت متسولة ومرضيش إن هؤلاء المجرمين يتلمسوها ولا يغتصبوها، وأول ما اتحرشوا بيها وبدأوا يقطعوا هدومها، البنت لقيت منفذ وحيد، جت ناطة من البلكونة بتاع العقار. طبعا لها رب اسمه الكريم، ربنا نجدها وهينجدها، وإن شاء الله جاري البحث عن هؤلاء المجرمين المتشرذمين الذي غاب ضميرهم وغابت إنسانيتهم وسقط ماء وجههم على لحم وجههم، حتى إنهم نسوا الله ولا يخافون الله ولا يخافون الله. حادثة تحس إنها غريبة من نوعها، لما بنت تفضل إنها تموت بدل ما يتعمل فيها الغلط. لأن البنت كرامة، البنت شرف، البنت رجولة، البنت مجدع. لو ما عملتش كده وسابت في نفسها، كانوا هياخدوا عليها كل يوم والتاني، وتعالي يا بت نوديك يا بت نجيبك يا بت، ويتبدلوا ويتغيروا عليها هؤلاء المجرمين الذين غابت ضمائرهم يا سادة. لكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. أمهلهم لكن ما يمهل ولا يهمل. أمهلهم لكن ما أهملهمش. جاري البحث عنهم، وإن شاء الله يتم إلقاء القبض عليهم، ونأمل إنهم ياخدوا إعدام وتلف حبل المشنقة على رقبتهم. يعني إحقاقا للحق أن هؤلاء المجرمين إن كانوا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 يجب أن يعدموا جميعا
يعدموا جميعا شنقا، حتى لا ترى الأمة مثل هؤلاء الجبناء، مثل هؤلاء الجبناء. بنت آمنة في سربها تروحوا تاخدوها وعايزين تغتصبوها، ودي زحل دي ودي زحل دي، لحد إن البنت ربنا قدرها عليهم واتمكنت من اللوز بالفرار، لكن ملقتش إلا البلكونة في وشها، نط من البلكونة. نتج عن ذلك كسور في رجلها وإيديها وشارعها ومسامير يمكن ما أضربش 50 60 ألف جنيه. وده كله عشان عشان غياب الضمير بتاع الشباب اللي ما عندهاش لا دين ولا ضمير. الشباب دي بتوع القهاوي لو حاطين إن ربنا رقيب حسيب فوق عينيهم مش هيعمل